تالتة اعدادي، انت عمرك سالت نفسك هم الناس اللي بيطلعوا اوائل الاداره واوائل المحافظه واوائل المدرسه هم بيعملوا ايه اصلا قبل الامتحانات؟ انا بقى جاي اقول لك تفكير الاوائل قبل الامتحانات وازاي بيستغلوا الفتره دي كويس جدا جدا جدا، من ان هم يكونوا ناس مراكمين وناس ما فتحوش الماده ايا كان المواد حتى كلها، او ناس حتى مذاكره وبتغلط كتير جدا في الحل، او ناس متوتره جدا 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 وعندها دايما قلق، من ناس فعلا عارفين هم عايزين يعملوا ايه ووصلوا فعلا لحلمهم وحققوا، دخلوا مدارس ستيم او دخلوا ثانويه عامه او دخلوا حتى تمريض او ايا كان دخلوا ايه فيما بعد. اول حاجه ان هم بيجيبوا كشكول زي ده، هو السر في الكشكول ده. طب هم بيعملوا ايه بقى في الكشكول ده؟ قال لك بيبداوا يجيبوا الكشكول عندهم ويبداوا يخططوا هم يعملوا ايه كل يوم. يعني مفيش يوم يعدي عليهم هم اوريدي اصلا مش محددين هم يعملوا ايه، يعني بيكون عامل جدول لنفسه وعارف هو يذاكر ايه كل يوم، وعارف هو يراجع ايه كل يوم، وعارف هو يحل ايه في كل يوم، وكمان ايه المصادر اللي يحلها. طب المصادر اللي يحلها دي سيبها لي عليا، انا هقول لك المصادر اللي اوريدي اسئلتها بتيجي في الامتحان، بس ركز معايا علشان اقول لك ازاي تعمل جدول الفتره دي بنفسك، انت ذات نفسك هتعمل جدول بايدك. هجيب كشكول زي ده وتبدا تقسمه عندك لجزئين، جزء كده وجزء كده، وهتبدا تقسم عندك كل نص لجزئين تاني، جزء كده وجزء كده. فانت هنا بقى معاك كده مربع وهنا 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 مربع. تبدا تكتب، هتبدا هنا تكتب عربي، وهتبدا هنا تكتب جبر، وهتبدا تكتب هنا هندسه، وهتبدا هنا تكتب علوم، وهتبدا هنا تكتب انجليزي، وهتبدا هنا تكتب المصادر اللي انت تحلها، وهتبدا تكتب في الجزء الصغير دي نقط ضعفك. يعني ايه نقط ضعفي؟ الفتره دي المهم جدا جدا فيها ان انت تبدا تحدد نقط ضعفك في كل ماده. ايه الاجزاء اللي انت بتغلط فيها؟ ايه الماده اللي انت مش متقبلها وانت ما بتحبهاش ومش بتعرف تذاكرها، او اوريدي انت بتذاكرها غلط فعشان كده بتكرهها؟ وطبعا لو انت مش عارف تذاكر المواد ازاي، انا في فيديو منزله على القناه ازاي تذاكر كل ماده بالتفصيل. تمام، انا بدات اكتب في كل مربع انا محدده للماده دي الجزء اللي انا مراكمه فيها. ولكن مثلا العربي ان انا مراكم 3 دروس قراءه، 3 دروس نحو، ودرسين نص، اكتب كل درس وجنبيه مربع، كل درس وجنبيه مربع، وابدا اخد تحدي مع نفسي واحط للماده دي عدد ساعات معين. ولكن مثلا ان انا النهارده هذاكر عربي هحط له 4 ساعات في اليوم، وهذاكر علوم هحط له 3 ساعات في اليوم، وهذاكر دراسات دي مثلا ماده انا ما بحبهاش هحط لها برده 4 ساعات في اليوم. يبقى انا حددت لكل ماده عدد الساعات، وابدا بقى اذاكر كل درس. وبعد ما اخلص كل درس اروح في الجزء ان انا كاتبه فيه مصادر تحت هنا، هبدا اقول لك دلوقتي المصادر بس شويه. وبعد ما احل من المصدر ده هبدا اكتب جنب الدرس ان انا كتبته ده، هبدا اعمل جنبيه علامه صح. يبقى انا اوريدي كده اول حاجه عملتها في الفتره دي ان انا حددت انا عايزه اذاكر ايه، حددت نقط ضعفي في كل ماده، وبدات برضو احل في كل ماده، لان الفتره دي المهم جدا 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 ان انت تحل اكتر حتى ما انت تذاكر. يعني انت عايزين نذاكر بس نحل كتير، الحل هو اللي يخليك تقفل في الامتحان. طيب تمام. طب ايه بقى اهم مصادر احلها بعيدا عن ال 500,000 مصدر اللي موجوده عندك؟ كتاب الامتحان وكتاب المدرسه. بصوا يا جماعه، كتاب الامتحان، وانت مش كده ساعات بتيجي تحل اسئله بتلاقي كده صوره كتاب جنب سؤال، صوره الكتاب دي معناها ان ده سؤال جاي من كتاب المدرسه. تمام، فانت هتلاقي اصلا اوريدي كتاب الامتحان فيه اسئله كتاب المدرسه، فانت حط كتاب الامتحان حل الاسئله بتاعته. طيب خلاص حليت الاسئله بتاعته، هنحل اسئله المحافظات. وطبعا الاولى ان انت تبدا باسئله المحافظه بتاعتك انت، شوف انت من محافظه ايه وهات الاسئله بتاعت السنين اللي فاتت كلها وابدا حلها. تمام تمام. وشوف برضو اسئله المحافظات اللي فاتت، هتلاقي في سؤال كل ما تيجي تحل تلاقي السؤال ده موجود، كل ما تيجي تحل تلاقي السؤال ده موجود، السؤال ده جاي في الامتحان وش. هجيب كشكول اسمه كشكول التوقعات. الكشكول ده يا ثالثه اعدادي هتبدا تكتب فيه اي سؤال يقابلك متكرر في كل محافظه. يبقى انا هعمل كشكول اسمه كشكول التوقعات، وهبدا اظبط يومي واعرف انا هعمل ايه بالظبط وارتب اولوياتي. في حاجه مهمه جدا 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 اهم من كل الحاجات اللي انا قلتها دي. ايه ده يا ميس، هو في حاجات اهم من الحاجات دي؟ تبدا تثبت كل يوم ورد من القران. ورد من القران ده هو تثبت كل يوم نفسك صفحه واحده بس من القران تقراها، او صفحه واحده بس من القران تحفظها، او حتى يا عم 5 ايات بس من القران. طيب علشان تحفيزا ليكم انا بنزل كل يوم 5 ايات من الايه المقرره عندك في الامتحان، بحيث ان انت تتحفز اكتر ان انت تحفظ القران، طبعا عشان نفسك مش عشان الامتحان، وان انت برضه هيجيلك كده كده في الامتحان فانت هتحفظها كده كده. تمام. يبقى احنا هنثبت ورد من القران. وطبعا انا كل ما انزل 5 ايات قرانيه على جروب التليجرام، هتلاقي جروب التليجرام في البايو بتاع قناه اليوتيوب. تابعوني على قناه اليوتيوب، هتلاقوا قناه اسمها سلمى هلال، ابحثوا في اليوتيوب سلمى هلال، خشوا على القناه انا هنزل لكم عليها. تمام، القناه في المنتدى كده هتلاقوا ان شاء الله كل يوم 5 ايات من القران. حتى انا واخواتي اللي في ثانويه عامه متابعيني برضو بنحفظ الايات القرانيه دي. تمام، عرفت هتعمل ايه الفتره دي؟ عرفت هتعمل الفتره دي؟ لو احتجتوا اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليكم كلكم.